اهلا بيك مع الشاتر سبيد. ايوه، ايه هو بقى؟ بص، بسيطه. في اكتر من حد شرح الموضوع وانا هنجزها عليه. شاتر سبيد هو سرعه الغالق، يعني الكاميرا بتصور في قد ايه، ولا مش بتصور قد ايه يعني كام صوره او قد السرعه بتاعتها، لا بتصور في قد ايه، يعني المده اللي بتاخدها من تكه الزرار اول ما تدوسها عشان تلقط الصوره. انا جدا مش مهتم خالص، مش عايز اعرف. اللي عايز اعرفه القواعد اللي امشي بيها عشان اطلع صورة كويسة، وان انا اعرف استخدم الشاتر سبيد صح. جدع شطور، هفهمك. بص، هو في حالتين في الصور والفيديوهات. يعني في الفيديوهات في رول مشهورة جدا، وهي ال 180 ديجري رول، اللي هي الفريم ريت اللي انت بتصور عليه الفيديو نفسه. لو كان 30 فريم او 60 فريم او بتصور 120 فريم سلو موشن، فانت لازم يكون الشاتر سبيد بتاعك اللي هو بيبقى رقم على رقم ان انت تخليه ضعف الفريم ريت بتاعك. فانت لو بتصور 24 فريم في الثانيه، تخلي الشطر بتاعك الضعف، فهيكون 1/50 او 1/48. بس اغلب الكاميرات ما بيبقاش فيها الرقم فبنصور على 1/50. ونفس الشيء لو بتصور 60 فريم مثلا، هتخليها 1/120 او 1/100، حسب الاضاءه بتاعتك بتفليكر بعد ال100 ولا لا.